مرحبا بكم. لا يكون البشر مسؤولين عن حيواناتهم الأليفة فقط، بل عن الحيوانات البرية أيضا. تقع تلك الحيوانات أحيانا في مواقف سيئة للغاية، ومن حسن حظها أن يكون البشر متواجدين للمساعدة. إليكم اليوم 35 لحظة طلبت فيها الحيوانات مساعدة البشر. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. يصل وزن هذا الحوت العالق في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ إلى 7 أطنان، وطوله 8 أمتار ونصف. تمت الاستعانة بآلة حفر ضخمة لمساعدته على العودة إلى البحر. يبدو هذا الغزال الصغير فاقدا للأمل بعد أن علق وسط الوحل، لكن من حسن حظه أن هذا الرجل قرر بذل الكثير من الجهد لإخراجه من ذلك المكان. تم تنفيذ 10 محاولات فاشلة قبل أن ينجح هذا الرجل في إخراج الكلب من داخل البئر بواسطة حبل. تم العثور على صغير القرش بين الصخور على هذا الشاطئ، ولم يكن قادرا على العودة للبحر بسبب الأمواج القوية، ومن أجل مساعدته قام بعض راكبي الأمواج بنقله إلى مكان آخر تكون فيه الأمواج أكثر هدوءا. توقف قلب هذا القرد بعد تلقيه صعقة كهربائية، لكنه استعاد عافيته بعد أن أمضى هذان الرجلان 15 دقيقة لإنعاشه. أراد هذا المتزلج الاستمتاع بعيد ميلاده 21 بين الثلوج، لكنه لم يدرك بأنه بصدد إنقاذ حياة حصان في ذلك اليوم. كان الحصان عالقا بين الثلوج وغير قادر على التحرك. كانت هذه البطة الصغيرة عالقة وسط الجليد إلى أن رآها بعض الأشخاص وقرروا تقديم المساعدة. علقت قرون الغزالين ببعضهما البعض ولم يستطيعا تخليص نفسيهما. من الجيد أنهما لم يعودا للقتال مجددا بعد أن حصلا على المساعدة. علق هذا النورس بخطاف مثبت على خيط صنارة قديم. بعد أن تم تحريره حصل النورس على الرعاية الطبية اللازمة قبل عودته إلى الطبيعة. علقت أنثى الفيل رفقة 3 من صغار الفيلة وسط بركة من الوحل، وقد استغرق تحريرهم 3 أيام كاملة من العمل المتواصل. وجد هذا الرجل سنجابا في حالة إغماء وسط حديقة منزله وقرر إنعاشه، وقد نجح في ذلك. علق هذا العصفور داخل الواجهة الزجاجية للمحل ولم يجد أي مخرج، لكن هذا الرجل حصل على إذن من إدارة المحل لفتح الواجهة الزجاجية وإخراج العصفور. وصل هذا القرش إلى الشاطئ الرملي بطريقة ما، وقد تعاون العشرات من السياح من أجل إعادته إلى مياه البحر. سقط هذا الغراب في الماء،
ولم يستطع الطيران مجددا إلى أن قام أحدهم بإخراجه، وقد حصل الغراب على الرعاية اللازمة إلى أن أصبح قادرا على الطيران مجددا. فارقت أنثى الكوالا الحياة بعد أن صدمها قطار، لكنها نجحت في إنقاذ صغيرها البالغ من العمر 3 أشهر. من المحزن أن الصغير فقد أمه، لكنه حصل على عائلة جديدة. سقط هذا الجمل على جانب الطريق وسط الصحراء الجزائرية بسبب العطش الشديد، لكن أحد السائقين توقف ليقدم له المياه. شوف سبحان الله، شوف أكثر بالماء، شوف أشرب. فقد هذا النسر وعيه بسبب الحرارة التي بلغت 50 درجة مئوية، لكنه حصل على حمام منعش. كاد هذا الكلب أن يكون وجبة للأفعى، لكن 3 أطفال شجعان نجحوا في إنقاذه. علق الحبل حول هذا القرش الحوتي الضخم، مما جعله يتنفس بصعوبة، لكن بعض الغواصين عثروا على القرش وأزالوا الحبل من حول جسمه. عانى صغير القرش لفترة طويلة من خيط الصنارة العالق بفمه، إلى أن عثرت عليه الفتاتان. وجد هذا الأيل نفسه عالقا وسط بحيرة متجمدة بعد تحطم الجليد، وقد وصل فريق الإنقاذ بسرعة إلى المكان لتقديم المساعدة. هنا كل الرجال مجتمعون لمشاهدة عملية إنقاذ أفعى كوبرا عالقة وسط البئر. إنها عملية خطيرة للغاية. علقت مجموعة من صغار الحيتان القاتلة وسط الكتل الجليدية شمال روسيا، ومن حسن الحظ أن فريق الإنقاذ تدخل لتقديم المساعدة. نزلت هذه الفتاة إلى المياه الباردة لإنقاذ الخفاش الصغير. خسر هذا الببغاء منقاره وأصبح عاجزا عن الأكل، لكن أحد البياطرة نجح في صنع منقار بلاستيكي ليمنح الببغاء حياة جديدة. لجأت العديد من الحيوانات إلى أسطح المنازل أثناء فيضان قوي في كوريا الجنوبية. بعد نهاية الفيضان تدخلت فرق الإنقاذ لإنزال الحيوانات من على الأسطح. علقت 3 غزلان صغيرة وسط هذه البحيرة المتجمدة، وعجز فريق الإنقاذ عن تقديم المساعدة لكون طبقة الجليد غير سميكة ولا يمكنها تحمل وزن المعدات الثقيلة. لكن أحد السكان المحليين قرر تقديم المساعدة بنفسه وجر الغزلان بواسطة حبل. وأخيرا ضلت مجموعة من الدلافين طريقها، فوجدت نفسها داخل هذه القناة المائية، ومن أجل مساعدتها كون بعض السباحين سلسلة بشرية لإرشاد الدلافين نحو طريق العودة إلى النهر. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.